السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ احلى طاسة بيت للفطار او للغدا، تحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. تعالوا اقولك انا عملتها ازاي. هبدأ اجيب البولة بتاعتي او الطبق اللي عندك. معايا طماطمايه مكعبات وقرن شطة بارد على حامي، مقطعاه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس صغيرة خالص. وحطيت عودين من الخضرة، قلبتهم كويس مع بعض. هبدأ اجيب بقى معايا البيض بتاعي. ممكن تضيف البيض اللي يعجبك، يعني مثلا 3 بيضات 4 بيضات، البيض اللي يناسبك، والحجم الطاسة اللي انت هتعملي فيها قد ايه. انا هنا عملت 3 بيضات. تمام. كسرت بيضتين ودي البيضة التالتة. طبعا بقى بتبقى جميلة جدا في الوقت الجو الحر ده، ولا طبيخ ولا اي حاجة، عاوزين حاجات خفيفة كده، بتبقى جميلة جدا لو هتعمليها في الفطار او في الغدا مع شوية بطاطس. حاجة اللهم بارك جميلة. حطيت بقى ملح وفلفل وبابريكا، بس هي دي البهارات بتاعتها. قلبتهم كويس مع بعض وضربتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. التكه بقى اللي بتخلي طعم طاسه البيض دي تحفه، معلقه جبنه قريش او معلقه جبنه من العنب اللي متوفر عندك شغال، يعني ما تعطليش نفسك، اللي عندك شغاله نفسك بيه. حطيت بقى حطيت معلقه كده كبيره من الجبنه او معلقتين صغيرين. هبدأ اجيب معلقة من السمنة واحطها في مقلة، بس اهم حاجة ما تكونش بتلزق، او صينية ما تكونش بتلزق. سبتوها لحد ما ساحت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا مش عايزة السمنة بتاعتي تسخن، لا انا عايزاها دوبك تسيح بس. نزلت بالبيض بتاعي والخلطة اللي عملتها فيه، حطيتها وسويتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واسيبها نار هادية تستوي وتغطيها. بعد بقى يا دوبك ما كملتش 5 دقايق كنت شلتها، استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عظمه. نزلتها بقى نقدمها مع شويه عيش ابيض وبتنجان مخلل، ولا اجمل من كده. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.